طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زال أن نتكلم أو نقرأ كتاب الاعتماد في الاعتقاد مسمى اسمه الإمام النسفي. وكما قلت ولا أتعب أن أكرر هذا الكلام، وهو يعتبر كتابا مهما ممتعا بين كتب العقد في مذهب الماتريدية حقيقة، وحتى جملته تعتبر صعبة، ليس أي أحد يستطيع أن يفهم هذا الكتاب ومع ذلك العلم بنفسه مهم جدا. العقيدة كما تعرفون، وإن لا يكون عقيدتك صحيحة إذا لا تنتظر من عملك شيء يا رب. نحن أنهينا إلهيات، أخذنا هناك كثير من الأحكام وقطعنا كثير من المسافة في هذا الكتاب سكيه، ورأينا هناك سكيه وكان طول هذا الكتاب معي، ورأينا هناك نحن ما رأينا خلال قراءة هذا الكتاب. كان ممتع، سفرنا كان ممتع جدا حتى هذا المكان. الآن نريد أن نبدأ سفرا جديدا هو في سمعيات. لماذا هذا يسمى سمعيات مثلا؟ لأن هذا إلهيات، هذا سمعيات. ما هو يتعلق الأحكام لا يتعلق بالإلهيات، نقول هكذا بثبوت الصانع أو ما شابه، كلها تكون تحت سمعيات. ما معنى سمعيات؟ لأن كما أنا فهمت حقيقة مثلا، ومن كلام إمام غزالي ومن كلام علماء آخرون، أن مثلا حينما أنت تثبت الصانع أنت لا تستعمل السمع. ما معنى السمع؟ متون حديث قرآن. هل نحن استعملنا قبل ذلك حينما كنا نثبت الصانع للفلاسفة استعملنا هناك آية الحديثة؟ لا، نحن استعملنا هناك بين فرق المسلمة حينما كنا نرد على المعتزلة، حينما كنا نرد على الفرق الأخرى. لكن حينما كنا نتكلم عن ثبوت الصانع على الفلاسفة أو الدهرية وما شابه، نحن ما استعملنا هناك المتون سمعيات أصلا. لكن لنثبت هذه الأشياء التي نريد أن ندخل إليه نحن مجبورون أن نستعمل السمعيات. ونحن تذكر سكي والأحمد ممكن أخذت من كتاب آخر، نحن أخذنا سكي الأشياء الوسائل التي توصلك إلى علم عن شيء هو ثلاثة. نحن قلنا والعقل، نحن قلنا حواس الخمسة وخبر متواتر. نحن ما دخلنا إلى هذا الموضوع في البداية عبثا. لماذا؟ لأننا نحن نريد أمامنا يجلس ملحد، نحن نريد أن نثبت عليه ماذا؟ ما هو في الإسلام. وكيف أنت تريد أن تثبت كون القرآن من الله تعالى، كون الجنة وكون الجهنم، وكيف تريد أن تثبت عليه بالعقل أو بشيء بدليل مرئي؟ كيف؟ لا طريق إلا بالسمعيات. نحن قد كنا نتكلم قبل ذلك أن أحد من وسائل التي توصلك إلى العلم هو خبر. نحن ما فعلنا هذا عبثا، كان عندنا غرض في هذا الوقت يا رب. ومع ذلك ولو يتوقف كل هذه الأشياء إلى السمعيات، لكن ليس هو عن بعض العناصر أو بعض الوسائل من العقلية يوجد أيضا كمثلا أحد منها، أنا أقول لكم هكذا ليس من كتاب وأن يقول ويأتي أحد من الملحدين، لا فرق من الفلاسفة الذي هو لا يعتقد إلى إله، ويقول لا يمكن أن يكون هناك إله، ويمكن أن يكون هناك لا يمكن أن يكون هناك جنة، لا يمكن أن يكون هناك النار أو ما شابه.
ومع ذلك ومعظم الناس الذين يقولون هكذا هم يطلبون حقوق الناس، أن يحفظ حقوق الناس في العالم. معظم الناس هكذا ملحدين يعني. أنت تقول يعني ولو أنت تصرخ بكلام في العالم بصوت عال نحفظ حقوق الناس، كيفما كان هناك يفسد بعض الحقوق، يفسد. لماذا؟ حتى الناس الذين يصرخون ويتكلمون ويقولون عن حقوق الناس في حفظ حقوق الناس هم بنفسهم يفسدون بعض الحقوق، مثلا حقوق المسلمين. وهم يأتون إلينا ويقولون أنتم مسلمون لماذا أنتم لا تجيزون على مثلا اللواة إلى أهل اللواة يعني. نحن نقول هذا حقي، وإن لا تحترم حقي لماذا أنت تتكلم أصلا عن احترام الحقوق يعني. تفهم كلام؟ إذن ولو يكون هناك الصراحة يحفظ حقوق الناس، كيف ما كان يكون هناك ما هو يفسد حقوقه، تفسد حقوقه. كمثلا أحد يمكن أن يكون في السجن بدون أن يفعل شيء 50 سنة، يمكن أحد أن يأخذ هناك مثلا جناية الزنا بدون أن تفعل زنا امرأة مثلا. كيف يحفظ هذه الحقوق؟ نستطيع أن نتخيل كيف إنسان واحد أن يعيش في هذه الدنيا بدون أن يحفظ حقوقه، ولو كل الناس يصرخون بحفظ الحقوق. يمكن. من أين هم يأخذون؟ هل معناه هم يمشون هكذا ويموتون هكذا ولا يكون عليهم شيء؟ هل نستطيع أن نقول هكذا؟ هل لا يوجد هناك عدل؟ هل لا يستطيعون أن يسترد ما هو فسد من حقوقه مثلا؟ وإن لا يكون هناك جزاء بعد الموت من نار ومن جنة، إذا نستطيع أن نقول عالمنا مبنية على عدم عدالته. نستطيع أن نقول في عالمنا يعيش حياة جيدة من هو قوي فقط، أقوياء. من هو الضعفاء لا يستطيع أن يعيشوا. هل هذا يمكن أن يكون هكذا؟ الكلام بنفسه ضرورة يطلب أن يكون هناك النار والجنة، الذي هؤلاء الضعفاء الذين هم فقط ضيعوا حقوقهم يستطيعون أن يستردوا هناك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى ذو عدم القرن من الشاة هو يطلب من ذو قرن من الشاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لك دليلا أمام الملحدين؟ يعني هذا غير معقول. تفهمون كلام؟ تفهمون كلام. هذا أولا. والثاني جيد، ننتقل إلى موضوعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدار والآخرة: فصل في إثبات الرسالة. أيضا يا الله إثبات الرسالة مهم جدا من قبل المنطق أيضا ضرورة. ويشرح لنا قبل أن ندخل إلى السمعيات بالعقل. ويقول إرسال الرسل مبشرين، هذا حال، مبشرين منذرين. مبشرين من هو يفعل الخير يدخل الجنة، هذا التبشير يعني. ومنذرين من هو يفعل الفواحش يدخل النار، لا تفعل، هذا منذر يعني. ليبين الناس، لماذا؟ ليبين الناس ما هم يحتاجون الناس إليه من مصالح داريهم في هذا الدار ودار الآخرة، ويفيدوهم ما هو يفيدوهم يعني من أنواع الحكم، حكمة يعني. لماذا؟ ليبلغوا هؤلاء الناس بهذه الأعمال الذي قال أو قيل من قبل الرسل يعني الدرجة العالية في حيز الإمكان، يعني فيما يستطيع، فيما جعل الله تعالى مكان العالية يعني. بل في حيز عفوا عالية في حيز الإمكان، يعني في حكم الإمكان يعني هذا جائز. إرسال الرسل هذا جائز. ويقول ليس فقط في حيز الإمكان، هو في حيز الوجوب، في درجة الوجوب. يعني إرسال الرسل لأجل هذا ليس ممكن فقط، بل في حيز
وجوب واجب أن يأتي رسول. كما يشرح إمام اللامشي في كتابه، انظر أن الله تعالى نتخيل هو خلق آدم مثلا، آدم نتخيل آدم من رحمة، أول إنسان الذي هو خلق من رحمة، والله تعالى أطلق الرحمة الإنسان الأول إلى عالم، وفي العالم ما فيه ضرر وما فيه فائدة، وإن لا يعرف رحمة أين فائدة أين الضرر، يوجد هناك احتمال الذهاب إلى الضرر ويموت يهلك مباشرة، صحيح؟ أن يسقط من الجبل كثير، أن يأكل ما هو فيه ثم، أو ينظر إلى السباع أسد الذي هو يأكل مثلا يعني. إذا يخرج كلام هناك أن الله تعالى خلق الإنسان ليموت مباشرة، هذا عبث، هذا عبث. الله تعالى خلق الإنسان ليبقى حتى يوم القيامة. إذا وإن يقول الغرض الخلق الإنسان يكون هكذا، إذا لابد الله تعالى أن يعلم الإنسان ما فيه فائدة ما فيه الضرر، لأن العقل لا يفهم كاملا. حتى وإن لم نتخيل آدم الأول مثلا، نتخيل هناك إنسان عقله لا يستطيع أن يفهم كل شيء، ما فيه قبح ما فيه حسن، لا، عقلك لا يستطيع. ولذلك وبسبب عدم فهم عقلك ما هو قبح ما هو الحسن، أهل أوروبا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى جواز فعل اللواط. هم يقولون ما هناك إشكال، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن عقلهم لا يمنع عن ذلك، عقلهم لا يفهمون قبح هذا الشيء. ولذلك نحن نحتاج إلى أحد الذي يعرف حقيقة هذه الأشياء، لأنه خلق ويخبرنا بذلك، إما عبر الملك إما عبر الرسل. وإن لا يكون هكذا لا يكون هناك حقيقة أصلا. ما معنى هذا؟ أيضا يكون سلاحا في يدكم سكين رحمة. حينما مثلا يكون عندك مناظرة مع ملحدين، أول شيء ما هو يمكنك أن تمسك من عيبه هذه الملحد، وليس شرط أن يكون ملحد، ممكن أن يكون ويعتقد إلها لكن بدون الكتاب بدون الرسل، كالتانغش في زمانهم. أول شيء ما هو يمكنك أن تمسك هو حينما يقول شيء ويقول هذا صحيح، أن تقول أين الدليل أنه صحيح؟ من أين أخذت أنه صحيح؟ يعني كيف فهمت أنه صحيح؟ وأن يقول أنا فهمت هذا لأن أجدادنا تمسكوا بهذا العمل. قل إذا تمسك الأجداد يعطيك المعلومة ما هو صحيح ما هو غير صحيح بالضبط. إذا قبل ذلك مثلا أجدادكم كانوا يتمسكون ما هو مخالفون ما تمسكوا بعد ذلك، ماذا نفعل بذلك؟ إذا هذا لا يكون دليلا. وإن يقولوا بالعقل، غالبا هم يقولون ماذا؟ بالعقل. مرال بعد تنستي خنزختار عقل أو ما شابه. أنت تقول عقلك ماذا يقول؟ عقله يقول أن هذا الفعل صحيح، أنت تأتي وتقول عقلي يقول أن هذا الفعل غير صحيح، وإن لا يقبل كلامك والذي هو نتيجة عقلك معناه ولا يعترف عقله أيضا. مهم جدا أن يكون هناك معيار ستاندرديزات واحد الذي هو يجعل على كل أحد نتيجة واحدة. مثلا سكين ما هو حرام لي حرام لك، صحيح؟ لماذا نقول هكذا؟ لأن عندنا يوجد معيار فوقنا، وإن لا يكون عند الإنسان فوقه معيار الذي هو يستطيع أن يعتمد عليه، ونفعل كل شيء في معرفة الحسن وقبح على عقلهم، أين الحقيقة؟ أحد يمكن أن يقول القتل هو قبح مثلا، أنا أستطيع أن آتي وأقول القتل هو جيد. إذا كل شيء يكون نفسيا سوبيكتيفيا، ولذلك لا يمكن أن يأتي أحد ويقول الديمقراطية هو جيد. أين الدليل؟ دليل أنا فهمت هكذا. فهمك لا يكون دليلا، لا يوجد لك فوقه شيء يعني. فهمتم كلام؟ مهم جدا إرسال الرسل، مهم جدا. ولذلك بإرسال الرسل بنزول الكتاب للمسلمين الله تعالى جعل درجاتنا
في وقت المناظرة مع الملحدين فوقهم، وحينما هم يسألون منك ومن أين أنت عرفت قبح وحسن هذا الشيء، يمكنك أن تقول إلهي هو الذي قال لي، لأنه عالم. أنت تقول هكذا. طيب، أريد أن أوجه إلى مسألة أخرى. عفوا رحمت، نفعل هكذا. افعل أو اذكر أو اكتب سؤالك، نجلس بعد ذلك ونكرر إن شاء الله ونتكلم عن ذلك. دقيقة في إثبات رسالة، ويقول ولا نعني حينما نحن قلنا ماذا في حيز الوجوب، هل نحن نقول يجب على الله تعالى إرسال الرسل؟ هل يخرج هذا الكلام؟ وإن نقول هكذا إذن هو كلام يشبه كلام المعتزلة حينما هم يقولون يجب على الله تعالى أن يعطينا ما هو أفضل لنا. هم يقولون يجب، معتزلة، وبكلامنا يجب عليه أن يرسل إلينا رسلا. هل نحن ما وصلنا إلى نفس المكان الذي نحن عيبنا معتزلة؟ نحن هو يقول لا نعني به، يعني بهذا الكلام في حيث الوجوب أنه يجب على الله تعالى، لا نعني به بإيجاب أحد كأنه يعني نحن نقول يجب عليه، أو بإيجابه على الناس، أو ممكن يجب على الله على نفسه، الله يوجب على نفسه أن يعطي، أو يوجب أحد على الله تعالى. لا نقصد هذا، بل عكس. المراد من كلامنا به يعني بكلامنا أنه من مقتضيات الحكمة القديم. ما معنى؟ الله حكيم، وأن يكون حكيم، وإن نقول الله حكيم، إذن لابد أن يضم هذا الكلام. إذن يجب أن يرسل الرسل. هذا مقتضيات الحكمة، ليس يجب على الله تعالى، لا، هذا مقتضيات الحكمة. الله بسبب كونه حكيما إذن يجب أن يكون الرسل. مفهوم كلام؟ وإن يكون حكيما إذن كل فعل الذي هو يفعل عبث، يعني هو خلقنا لأجل أن نموت، وحكيم لأجل حكيم، هو لابد أن يكون هناك إرسال الرسل. مفهوم كلام؟ قديم جل وعلا عفوا. ويستحيل أن لا يوجد يعني أن لا يكون، مستحيل أن لا يكون ما كان من مقتضيات الحكمة الباري. ما هو يكون من نتيجة الحكمة الباري أو مقتضيات الحكمة الباري مستحيل أن لا يكون، ولا بد أن يكون. هذا كلام الذي نحن وصلنا إليه. لأن الوجوب وجوب، يعني لماذا نحن استعملنا كلمة الوجوب إذن؟ هو يقول هذا لأن الوجوب كلام وجوب في الحقيقة لفظة نحن نعبر به، يعني يعبر بها عن فضل، يعني عن أفضلية، عن فضل تأكد ثبوت لوجود المذكور. ما معنى يا الله تأكد لوجود المذكور؟ فضل تأكد. ما معنى؟ يعني حينما نحن نتكلم عن الوجوب نستعمل كلمة الوجوب، نحن نستطيع أن نستعمل كلمة الوجوب لغرض كأننا نريد أن نقول هذا الشيء لابد أن يكون بسبب فضله، هذا الفضل لابد أن يكون. يعني نحن مثلا نقول يجب أن تأتي إلى الدرس. حينما استعملت يجب عليك أن تأتي درس، هل أنا أقصد يوجبك أحد أو أنت توجب نفسك؟ لا، يجب يعني الفضل من إتيانك إلى الدرس يكون كيف ما كان. يتأكد، أنا أؤكد ثبوت الفضل من إتيانك. يعني مفهوم كلام؟ ولذلك هو يقول ماذا؟ لأن الوجوب في حقيقة لفظة يعبر بها عن فضل تأكد، أو يمكنك أن تقول هكذا عن فضل تأكد فعل لوجود المذكور يعني نحن ذكرنا. يعني مفهوم كلام؟ أما هو ويقول ماذا؟ كما في الامتناع نحن نستعمل كلمة الممتنعة، المنع. أنا أقول يا أحمد ممتنع أن تأتي إلى الدرس،
ولماذا نحن نستعمل؟ ويقول كما أن الامتناع يعبر به بكلمة الامتناع عن تأكد. عندكم تأكد تأكيد تأكيد فقط كلمة واحدة تأكيد. لا وخطأ، يعني كان لابد أن يكون هناك تأكد واحد يعني تأكد، وهنا أيضا خطأ. يمكنكم أن تفهم أيضا يعني هذا أيضا يعني يمكنكم أن تفهم بهذا الطريق، يعني أن تأكد لوجود لا وجود له، يعني الذي هو لا بد أن لا يكون، يعني حكم أن لا يكون لابد أن يكون، يعني حكم عدم لابد أن يكون. تفهمون كلام؟ يعني امتناع يفيد هذا المعنى، يعني تأكد لوجود لا وجود له، يعني لابد أن يكون موجودا معدوم لابد أن يكون موجودا. هو يقول ماذا؟ وهما يعني كلمة الوجوب والامتناع مانع متقابلان بعضها إلى البعض، صحيح؟ مقابل الأضداد، تقابل الأضداد كما يتقابل بعضها إلى البعض أضداد، مثلا نحن نقول أسود وأبيض، وهكذا أيضا الامتناع والوجوب. مفهوم كلام؟ وهذا كما أن ما علم الله تعالى وجوب، هذا كأنه شيء الذي الله تعالى علم وجوده يتحقق وجوده لا محالة، صحيح؟ ما معنى؟ يعني نحن قلنا علم الله تعالى أزلي، وفي علم الله تعالى أزلي هو كان يعرف وجود الرحمن، علم وجود الرحمن، إذا وجود الرحمن يتحقق لا محالة. وجوب هذا هو يقصد، يعني لا محالة يحدث، يعني ليس معنى يوجب أحد. مفهوم كلام؟ يعني لا محالة وجوب تحقق الرحمن، هذا يقصد. ويجب وجوده لا على معنى أن وجوده بإيجاب أحد، ليس المعناه يعني حينما قلنا وجوب يعني يجب أن يكون لا محالة، نحن لا يفهم منه يوجب أحد الله تعالى أن يخلق هذا، لا، يعني حينما قلنا هذا الكلام، بل لأن وجوده يتحقق لا محالة، يعني هو يفهم من كلمة لا تحقق شيء لا محالة، وجوب هذا هو. ولذلك حينما نحن قلنا بل في حيز الوجوب نحن نقصد بسبب كونه حكيم يتحقق وجود ماذا؟ إرسال الرسل لا محالة. لا نقصد كما معتزلة حينما هم يقولون ماذا؟ يجب على الله، لا نقصد هذا. يا الله انظروا كيف هو شرح كلمة يعني يا رب يا الله. وحقيقة يعني أنا أقول دائما الطالب الذي هو يدرس علوم الإسلام، أنا قلت لكم هذا الكلام أولا، في معرفة لابد أن يكون أقوى من الفلاسفة. لماذا؟ لأن ما هو العلم في الفلاسفة؟ علم في الفلاسفة حقيقة يعني ولو يسمى هذا منطق أو ما شابه، وحقيقة هو العلم في الكلام. ولذلك عقيدة عندنا يسمى ماذا؟ علم الكلام، وما هو يعني يشتبه بالفلسفة والمنطق. لماذا علم؟ لأن كل كلام يجري في الكلام. نحن مثلا ليس بالرياضيين الذي هو يشتغل بالحساب، نحن ليس من الفيزياء، من أهل الفيزياء الذين هو ينظر إلى الطبيعة. نحن ماذا؟ هومانيتارنا يعلم هذا علوم، هو يعني نحن نشتغل بالكلام. لكن الطالب الذي يدرس علم الإسلام التفسير ماذا هو يفعل؟ يبحث في معاني الكلام. الحديث ماذا يفعل؟ يبحث في علم الكلام. ماذا عن الفقه؟ كلام من كلام، من استنبات، من استنبات الأحكام من الكلام، آيات، متون، أصول الفقه، لغة، نحو، كل شيء عندنا متعلق، كل علمنا متعلق بالكلام. نحن ندرب كل يوم، وإن رجل الذي يدرب كل يوم كلام كيف هو يمكن أن يكون أضعف من الفلسفة الذي أيضا محل علمه أو محل بحثه هو كلام؟ لابد أن يكون أقوى. ولذلك الإمام الغزالي حينما هو يرد إلى بعض الفلاسفة يرد بنفس الطريقة الذي يستعمل الفلاسفة.
بنفس الطريق بمعرفة الكلام يعني. هذا مهم يعني. ولهذا يعني حاصل كلام الذي نحن قلنا قبل ذلك. هذا القول يذهب جميع من يقول بوجوب الشكر المنعم قبل ورود الشرع. هذا وإلى هذا القول يذهب. يعني انظر، ماتريدية، هو يقصد ماتريدية. نحن نقول ماذا؟ ولو لا يأتي إليك الشرع، ولو لا يأتي إليك الشرع يجب عليك أن تعتقد، ليس تعتقد، أن تجد أفضلية توحيد من الشرك أو من كثرة الإله. أفضلية يعني لا يقصد هناك أن تجد هناك الله لا إله إلا محمد رسول الله، لا يعني أفضلية كما يقول الإمام النسفي في كتابه: إتيان التوحيد أفضل من إتيان كثرة الإله. أقول شيء يجب عليك أن تفهم بالعقل هكذا. أنت تتكلف بهذا، وإن لا يأتي لك الشرع، وإن لا يأتي لك عندك أي شيء عن الإسلام يعني. مثلا نحن نقول بالعقل يجب عليك أن تجد توحيد، صحيح؟ صحيح؟ صحيح. مثلا أحد وجد فضل توحيد مقابل إلى كثير، مولي مثلا، وجد هكذا. إذن هو وجد أن هناك إله واحد، وكل شيء الذي هو يستعمل من النعمة هو من أحد. إذن هو يأتي بعقله: يجب علي أن أفعل أشكره. بأي الطريق؟ كيف يكون الشكر؟ بالعبادة. العبادة تعرف من ماذا؟ من إرسال الرسل. هذا هو. ويقول إلى هذا القول إرسال الرسل يعني يذهب جميع كل أحد ماتريدية يعني من يقول وجوب الشكر. وجوب الشكر منعم، يجب علينا أن نشكر المنعم. فهمتم كلام؟ قبل ورود الشرع. نحن لا نستطيع أن نفهم قبل ورود الشرع كيف نشكر الله تعالى، ولذلك نحن نحتاج إلى إرسال الرسل. مفهوم كلام؟ مفهوم كلام يا الله. فالحاصل النتيجة كلام أنه في حيز الممكنات عند كثير من المتكلمين، يعني نحن قلنا قبل ذلك في حيز الوجوب، في حيز الممكنات. يعني أصلا لا يستعمل كلمة الوجوب، يعني هو يكون يجب إرسال الرسل، ويعني يكون شبيها بكلام المعتزلة بدون أن يشرح لنا شارح النسفي. ولذلك عندنا جائز الوجوب، يعني إرسال الرسل جائز، وأن يكون جائز إذن حدوث الرسل يجب عليك أن تقبل يعني. طالما أنت تقول جائز، إذن حينما هم يكونون أنت لا تتعجب يعني، طالما أنت تكون جائز. مفهوم كلام؟ يعني نحن نريد أن نقول هذا يعني. ويقول فالحاصل نتيجة كلام أنه يعني إرسال الرسل في حيز الممكنات عندنا، يعني عند كثير من علمائنا من المتكلمين. لكن عند المحققين هو يقول من متكلمي أصحابنا، ويقول أصحابنا إمام نسفي ويقصد الماتريدي في حيز الواجبات، لكن نفهم وجوب كما هو شرح، ليس الواجب على الله تعالى، أنه من مقتضيات الحكمة، لأن الخلق مجبورون على النقيصة والجهالة. عندك مجبولة؟ مجبورون. يا رب مجبور أصلا، صح؟ نعم مجبور، صحيح. ما معنى؟ يعني يمكنكم أن تقول يعني المجبوزون، مجبوز جبذ يعني، لكن هنا مجبولة يعني ليس مشكلة. يعني ما معنى؟ أصلا إنسان حينما يخلق بدون المعلومات، بدون العقل، صحيح؟ وحينما هو يكبر رويدا أيضا يكثر عنده المعلومات. فهمتم كلام؟ يعني هو في البداية من النقصان يعني يزيد،
لكن ليس لا يكون دليلا على أن يمكن أن يكون عكس، يعني يمكن أن يكون عكس، مثلا أحد يكون عالم لكن وإن لا يمارس العلم يمكن أن ينقص علمه يعني، لكن غالبا هو قابل للنقص وقابل للجهالة إنسان صحيح؟ وأيضا لكن هم مستعدون للزيادة، يعني لزيادة العلم نقول هكذا، فهمتم؟ مستعد وبلوغ الدرجة العالية صحيح، والآن جاهل لكن هو مستعد ويستطيع أن يشتغل بالعلم ويستطيع أن يرفع إلى أو يبلغ إلى درجة العالية في العلم والحكمة صحيح؟ صحيح. والله تعالى هو موصوف بالرأفة، رأفة ما معنى؟ بالرحمة، فرؤوف، نحن نقول ماذا؟ الله تعالى رؤوف، ما معنى رؤوف؟ يعني هو خفيف بالعباد، يعني وإن نقول بلغة الإنسان يعني أن يكون مفهوما، يعني معنى هو الراحم والرحمن صحيح على عباده، فلا يمتنع منه من الله تعالى إمدادهم أن يمدهم، يعني الأمين المخلوق يعني إنسان بما يوجب زواله. ما معنى زواله؟ جهالة يعني. نحن قلنا الإنسان هو أصلا قابل للجهالة لكن هو مستعد لزيادة، ومن جهة أخرى الله رحيم. إذن طالما يكون إنسان هو جاهل لكن مستعد لزيادة، والله الذي يعطي يزيل جهالته ورحيم بالعباده، إذن يكون من قبلنا كلام غير صحيح حينما نقول ما هو الله تعالى مع كونه رحيم وهذا مستعد لقبول الزيادة أنه ما أعطاهم زيادة، هذا يكون غير جيد يعني. مفهوم كلام؟ كأنه يريد أن يقول ماذا؟ وهو موصوف برأفة ورحمة على عباده، وقال ذلك نحن قرأتنا أن الإنسان هو مستعد لزيادة. إذا نتيجة الكلام فلا يمتنع منه من الله تعالى إمدادهم أن يمد كونهم في الجهالة. مفهوم كلام؟ بما يوجب زوالها، يعني بالشيء، يعني أن لا يعطي لهم الشيء الذي يزيل منهم هذه الجهالة. هذا رسل إرسال الرسل، أو إنسان يمكن أن لا يفهم يجد الله تعالى مثلا، يعني الرسل. مفهوم كلام؟ تفهمون ويقول بل حكمة عكس، يعني لا يمكن أن لا يمتنع الله تعالى من ذلك، بل الحكمة في إرسال الرسل وحكي ووضع الشرائع ليرتفع أسباب العبث. هو يقول ماذا؟ ووضع الشرائع يعني أن يضع أشياء ليذهب هناك العبث. ما معنى عبث؟ أن يرى كل شيء أنه خلق بدون الغرض بدون الهدف، ويأتي بشرائع ليزيل عبث، أن كل شيء جعل بحكمة الله تعالى. مفهوم كلام؟ والفساد الذي يمكن أن يكون بين الناس، نحن لا نفهم فساده كما أهل اللواد الذين ربما يجيد الآن، يعني نحن لا نفهم. لابد الحكيم مع ذلك الرؤوف بالعباد أن يرسل أحدا الذي يعلمنا أن هذا الشيء غير جيد. هو يقول الفساد من نحو سفك الدم، الدماء ما معنى؟ أن تقتل أحدا، سفك وسيران الدم بدون الحق، أو سيلان الدم نقول هكذا. مفهوم كلام؟ ويقول والتخريب البلاد أيضا فساد. ما هو تخريب البلاد؟ يعني وإن أنت تذهب وتخرب البلاد مثلا يا الله، أحد يعني يمشي في السيارة ويخرج هناك مهملات، يعني مهملات منفضة، يعني الأشياء التي باقية من الشيء الذي أكل في داخل السيارة، ويمكن أن يرمي إلى الخارج مثلا. من الذي يقول له أنه فعل صحيح أو غير صحيح؟ هو يظن أنه فعل شيئا ليس به غير جيد أصلا، يعني
لو فهم هذا لما فعل هذا يعني. لا، الشريعة تقول وتأتي وتقول لا يجوز لك أن تفعل ما فيه ضرر للمجتمع. كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أقل درجة من الإيمان أن تأخذ من الطريق ما هو يكون مانعا للناس. يعني مثلا تفهمون كلام؟ يا الله. وتنقطع المواد التنازع وماذا؟ تنقطع مواد التنازع بين العباد لإفضائه إلى التغائن والأحقاد. ما معنى؟ يرى يعني تنقطع. هذا هو الذي أنا قلت لك، للا يكون الخلاف بين الناس حينما يكون فوقك أحد الذي يقول لك هذا حرام لك ولك، لا يكون هناك خلاف بالنسبة لمعرفة هذا الشيء. هذا هو يعني أنا قلت لكم الحكمة إرسال الرسل في هذا، وأن يكون هناك أحد الذي لا يعتقد إلى إله يمكنك أن تقول هذا خلاف. يعني أحد يأتي ويخالفك، لماذا أنت ترفض عليه يعني ويقول بنفس الطريقة التي أنت تقول؟ مفهوم؟ حكمة أن لا يكون تنقطع مواد النزاع، أن لا يكون هناك منازعة بين الناس بين العباد لإفضائه إلى تغاين والأحقاد، لإفضاء الذي يفضيهم أحقاد يعني الحقد والكلام غير صحيح بعضهم عن البعض، الغيبة والقتل بعضهم بعض، فساد يعني تغاين والأحقاد فساد يعني. مفهوم كلام؟ يعني مهم جدا. ولذلك أنا دائما أقول وحينما أنت تناظر مع أحد منهم أنت لا تحتاج، أنت لا تتكلف، لا تتعب نفسك أن تأتي بالدليل أو ما شابه. قل مباشرة، وإن يخرج أول كلام من فمه ويقول هذا صحيح قل مباشرة كيف الصحيح؟ أين الدليل يعني؟ أين الدليل؟ ويقول من العقل. يا الله، وإن تقول من العقل إذا أنت لا تستطيع أن ترفض علي. أنا أقول من العقل كلامك غير صحيح، وإن يرفض علي إذا العقل لا يمكن أن تجد ما هو صحيح ما هو الخطأ. إذا كلامك يمكن أن يكون خطأ. هذا هو فهمتم كلام؟ ولذلك أنا أقول دائما أنت تستطيع تتكلم يعني مع التعرف بهذا الطريق، يعني لا تطول كلامك. وإن يبدو كلامه لا ما هو صحيح ما هو غير صحيح، نحن نجد من أعمال الأجداد لا يمكن أن يكون الشيء الذي هو يقول لك ما هو صحيح. لماذا؟ لأن من هم أجداد؟ كل من هم أجداد من هم سكنوا في حيز 100 سنة أو في حيز 500 سنة. وكم من أي حد نحن نعود الأعمال الأجداد صحيحا من أي حد يعني. وإن تقول في حيز 100 سنة إذا ما هو كل شيء كان من سوفيت المتحدة يكون صحيحا لنا يعني. ما هو باقي من أجدادنا هذه الأشياء. لو أنت تقول لا تقريبا من 1000 سنة إسلام إذا صحيح، وأنت تقول لا 2000 سنة إذا يكون شام. أي شيء أنت تقصد يعني أجدادنا ومع ذلك كلمة الأجداد ما معنى أجداد؟ أجداد يعني كلهم كانوا يتمسكون بشيء واحد؟ لا، ما معنى أجداد يعني؟ أي أجداد يعني؟ من هم يعني؟ كم كميته؟ أكثر من 50%؟ كم؟ لا تطول معهم كلامه. يمكنك أن تجلس وتقول لهم هكذا ولا تتعب نفسك أن تأتي بالدليل أو قول هكذا مع كل ملحد. إلا يعني يمكن أن يكون صعبا لك أن تتكلم مع النصارى واليهود. لماذا؟ عندهم الرسل وعندهم كتاب ستاندرد يوجد عندهم، لكن هذا بطريق آخر. لكن الآن عندك العداوة أو أنا أقول خطر أو ضرر ليس من قبل النصارى واليهود، عندك من قبل الملحدين، عندك من قبل من هو يعتقد إلها لكن لا يثبتون الكتاب والرسل. ومنه يعني يمكن أن يكون الضرر من داخل فرقة الإسلام المتطرفين وما شابه. كلام معهم كلام أيضا آخر يعني. لكن معظم الفرق يمكن أن تجيب ماذا؟ بكلام واحد، لا تتعب نفسك. مفهوم كلام؟ لو نظرنا إلى يعني من أين نجد هذه الأشياء؟ مكتوب. علماؤنا قد قالوا كل شيء. يا نورجان، يا ثاكي، نور أحمد، أنتم تستطيعون هذا، تستعمل هذا الشيء وهذا مكتوب يعني. قل له ماذا يعني؟
لا يشرك أحد الذي هو يخرج ويطبق، لكن مكتوب. مفهوم كلام؟ ويقول ألا يرى، هلا أنتم رأيتم، يعني معناه أن من أمر أعمى، مثلا يكون هناك أحد أعمى، رحمة يأمره يعني إلى أي مكان، هو يريد أن يذهب إلى مكان ويسأل منه كيف نذهب إلى هذا المكان، هو أعمى، رحمة يقول له يأمره تذهب كذا، تذهب هكذا، تذهب ولا تخرج من هذا الطريق الذي أنا قلت يمنة ولا يسرة. هذا مثيل لنا، نحن أعمى، نحن لا نرى حسن الشيء قبح الشيء، الله تعالى يقول لنا لا تخرج هكذا، لا تخرج هكذا، نفس الشيء يعني. مفهوم كلام؟ ويقول أن من أمر أعمى بسلوك الطريق، بسلوك يعني أن يسلك، أن يمشي بالطريق الجادة يعني جيدة، يعني نقول هكذا، الموصلة التي يوصله هذا الأعمى إلى البغية معناه إلى ما هو يريد، إلى الغرض، إلى مقصوده. نعم. ونهاه إذن هذا الآمر للأعمى، ماذا هو يمكن أن يقول له؟ ينهى أن يحيد أن يخرج من هذا الطريق الذي هو قول للأعمى، أن يخرج يمنة ولا يسرة. مكتوب عندكم يمنة ولا يسرة. صحيح؟ لماذا؟ لأن لا يقع في المهاوي والمهالك. مهاوي يعني إلى أشياء الضرر، يعني يمكن أن تسقط. مهالك أشياء الذي يمكنك أن يفعلك هالك، يعني أن تكون هالكا يعني. وأن يكون هذا في المشاهد، لابد أن يكون في الغائب، هكذا نحن لا نعرف. وكلام أننا نحن لا نعرف هو مقبول عند كل أحد، حتى عند علماء الفيزياء، حتى هم يقولون ماذا؟ نحن لا نعرف هل يوجد هناك إله هؤلاء، هم لا يعرفون. تفهمون كلام؟ يعني ما هذا دليلا على ماذا؟ نحن لا نعرف كل الأشياء. إذن لابد أن يكون من هو تعرفون آية أن الله تعالى يقول للملائكة أن يعلم الآدم عليه السلام بماذا؟ بالأسماء. آية يعني يشير على ماذا؟ هم كانوا يعلمون الأسماء آدم عليه السلام ليعرف آدم عليه السلام أين هو الضرر، أين هناك فائدة. يا رب. مع أن العالم ليس في ما هو، وعد ذلك، هذا يحسب، يعتبر هذا، وهذا يعتبر منه يعني من آمري حكمة. صحيح؟ نعم حكمة، بل رأفة، بل رحمة من قبله إلى الأعمى، رحمة. مع أن العالم لكن بالنسبة لله تعالى العالم، يعني في المثال مثلا آمر ولا أعمى، آمر وأعمى ليس في ملكه، لكن في مثالنا العالم في ملكه، ومع ذلك يعني هذا أولى أن يكون حكيما. لماذا؟ لأن حقيقة مثلا أنت يمكنك أن تكون رحيما بما أنت تملكه، صحيح؟ أولى مما أنت لا تملكه، يعني مثلا نعم، أنت تأتي بالطعام مثلا إلى أسرتك، وليس إلى أسرتنا التي أيضا تكون فقيرة، يعني لا إلى أسرتك. لماذا؟ لأنك أنت تشعر أنها تحت ملكك، يعني مخالفا لمثال عالمنا ملك لله تعالى، هو أولى أن يكون رحمنا من هذا الآمر للأعمى، يعني نعم من إرسال الرسل. ويقول ماذا؟ للمالك ويقول مع أن العالم ملكه، ملك الله تعالى. إذ لماذا ملكه؟ إذ الله تعالى هو الموجد، صحيح؟ له للعالم من العدم، هو مخترع الذي اخترع العالم، له لا عن أصل، ما كان له أصل مادة، يعني ما كان العالم، ومن العدم اخترع العالم. هو اخترع العالم لأجل أن يعدم العالم بعد ذلك؟ لا، يعني أصلا لا عن موجود، أصل موجود.
لأن أصل نعم ما كان هناك مادة التي هو فعل منه العالم. يعني الله تعالى يقول كن فيكون. وللمالك أن يتصرف في مملوكه. ويشير على ذلك أي مالك في مملوكه وأكثر رحمة من الآخرين. أي معناه وجه كان أي وجه شاء، يعني هو يستطيع أن هو يقول يريد أن يقول ماذا؟ هو يستطيع أن يتصرف بنسبة ملكه كما هو يريد. صحيح؟ من المانع كمثل هو يستطيع أن يمنعهم لا تفعل هكذا. من الإطلاق يجيد له هكذا يعني. ومن الحظر يحظره يعني هذا هو ثم هذا هو اللي يعني ضرر. والإيجاب يوجب بشيء ويقول يجب عليك أن تفعل هذا الشيء. ثم يعلم ذلك بإرسال رسل من جنس يعني فهمنا حكمة إرسال الرسل. وبعد ذلك ننتقل لمثل جديد. ثم ويقول يعلم هذه الأشياء حبث قبح وحسن. أنا أردت أن أقول قبح وحسن معان وخرج عندي كلام قحن وقسن أو ما شابه. فهمت كلام يعني وإن لا نعرف معرفة القبح وحسن أشياء إذن هو لابد أن يكون بماذا؟ بإرسال رسل من جنسنا من جنس الناس. لماذا؟ وإن لا يكون من جنسنا نستطيع أن نقول يا أنت يعني ليس من جنسنا. ما هو أنت تفعل نحن لا نستطيع أن نفعل، نستطيع أن نقول هكذا يعني. لا يكون عندنا عذر هو أرسل من جنسنا حتى نحن لا نقول أنت أقوى منا أو ما شابه. فهمت الكلام؟ هذا أول. والثاني أو من خلاف جنسه حينما أرسل لآدم عليه السلام أو أرسل لمن للرسل بالقرآن يعني كالملك. نتوقف في هذا المكان. الحمد لله رب العالمين.